مساء الخير يا شباب. النهاردة هيكون الفيديو مهم لأن هنقول لكم ازاي قدرت أوصل أوروبا، وأنت كمان تقدر تحصل على الفرصة دي طبعا بكل سهولة، بس محتاج تمشي على خطوات وحاجات تعملها، لأن الفرص دي كتيرة أوي برا مصر. ف... فأنت كشاب تقدر تعمل الحاجات دي. هنبتدي، بس اهم حاجة لو ما شفتش الفيديو اللي فات اللي هو الجزء الاول، ارجع وشوف الفيديو لان هو دي سلسلة مكملة بعض. اخر حاجة وصلنا ليها في الفيديو اللي فات ان هما المنظمة بره، او رئيسة المنظمة بعتت لي اللي هي الدعوة او الانفيتيشن ليتر. اخدت الدعوة طبعتها من على الايميل، وبعد ما طبعتها كمان بعتت لي معاها التأمين. التأمين دوت اللي هو التأمين على الحياة بقيمة 150,000 يورو. بس طبعا انت مش بتدفع 150,000 يورو ولا حاجة، ده تأمين عليك. فالمنظمة كانت متكفلة كل شيء. حبيت أروح السفارة أسأل على السفارة ديت بلغاريا. نزلت على مكاتب السياحة، قلت لهم عاوز أملى الأبليكيشن وكده. اللي يقول لك الأبليكيشن 1000 جنيه، واللي عاوز 900 جنيه، واللي عاوز 700. فلفيت لفيت لفيت، لقيت الابليكيشن ده. نزلت الفورم بتاعته من على موقع السفارة، فمليته بخط الايد. الابليكيشن كان سهل وبسيط، يعني كانت الناس عاوزة تستغل مكاتب السياحة، لان الناس بتستغل اللي انت مثلا ايه بتبقى مش عارف حاجة، فعاوزين يستفيدوا منك بأي شيء. ما خدش 5 دقايق بالظبط الابليكيشن، معلومات بسيطة خالص. مليت الابليكيشن، استنيت كان التأمين اتأخر شوية، اللي هو المنظمة بعتنهولي على موعد السفارة وكده. فبعد كده بعتهولي الأوراق بقت جاهزة، كل حاجة، جبت كشف الحساب، ظبطت كل حاجة، ورحت قدمت في القاهرة. لأن بلغاريا دي هي دلوقتي في دول الشنجن، ودي كانت المشكلة معايا، لأن كان لما دخلت الشنجل كان في مشكلة كبيرة حصلت معايا. فهحكي لكم المشكلة، شوفوا الفيديو برضو. أنا عاوزكم تركزوا الفيديو لحد النهاية، لأن كل ما يجي الآخر كل ما الفيديو بيكون فيه معلومات أكتر. تمام؟ في صديق معانا برضه هنوريها لكم قدام شوية، مشاركنا برضه في الفيديو. تمام، حلو الكلام. بعد كده طلعنا على السفارة في القاهرة. السفارة كانت شغالة، بيقولوا لنا اللي هو حد واربع، لأن هما مالهمش مكتب، لازم تروح تعمل انترفيو مع السفير. فروحنا القاهرة، رحت الساعة تقريبا، هما بيستقبلوا الطلبات من 9 ل 12:30. وصلت القاهرة 9 إلا ربع. بعد ما وصلت القاهرة الساعة 9 إلا ربع، السفير طلع لنا قال لنا مش هتقدروا تقدموا النهاردة. طيب ليه؟ طب احنا جايين من اسكندرية. طب الوضع ايه؟ طب هنعمله ايه؟ طيب قال لي ان هو اللي هي دخلت بلغاريا دخلت في الشنجل اريا، فهم شغالين على تغيير السيستم. السيستم ما كانش شغال، كان السيستم واقع. طيب هيشتغل امتى؟ طيب الحكايه الروايه. قام السفير اداني الرقم بتاعه، قال لي يا مينا خد الرقم ده بتاعي، هرن عليك على الواتس. وهو اخد رقمي، اتصل بيا. كنت ده يوم الاحد، اتصل بيا التلات بالليل، قال لي تعالى بكره، قال لي السيستم هيشتغل يوم الاربع. فبعد كده اتصل بيا قبلها، رحت القاهرة، كنت هناك 9 إلا ربع برضه زي النوبة اللي فاتت. بعد ما وصلت القاهرة السفير طلع لي برضه، أنا بقى خلاص ده مكلمني وجاي كل ثقة بقى اللي هقدم الأوراق وكده، ومبسوط جدا. فبعد كده كنت مبسوط، قال لي system doesn't work. بصيت له كده قلت له حضرتك انت اتصلت بيا امبارح، طيب انت خد الفلوس. ال 80 يورو كان وقتها، بس هم خلوها 90. قال لي قلت له حضرتك انت اتصلت بيا امبارح وعاوز اقدم الاوراق. قال لي طب تعالى يوم تاني بقى، قال لي تعالى يوم الاحد اللي جاي. رحت للمعلم برضو، رجعت ورحت للمعلم يوم الاحد وكنت مأكد عليه. رحت الحد، للأسف قال لي برضو السيستم مش شغال. بصيت له كده
انت يعني مأكد معاك وانت اللي قايل لي على الميعاد وكده. قعد يعتذر ليا وقال لي هديك طب التأشيرة فترة أطول. وفعلا الصدمة إن هي اداني شهر زيادة عشان التأخير والعقبات دي، هو لأن هو قال لي تعالى كذا مرة وما جيت. رحت له يوم الأحد، قال لي تعالى يوم الأربعاء. الحمد لله يوم الأربعاء ما كنتش مصدق نفسي بقى. قبلوا الأوراق، خدوا الأوراق، وبعد كده قال لي عن تاخد الباسبور معاك بعد كده يعني ولا تسيبه هنا في السفارة. هو خيرني، قلت له لا هسيبه. تمام. بعد 20 يوم اتصلوا بيا قالوا لي إن الفيزا ابروفد يعني اتقبلت. اتصل بيا السفير وأنا سايب عندهم جواز السفر في السفارة. وصلت، قال لي طب تعالى استلم الفيزا بتاعتك بكرة. رحت تاني يوم، الصدمة برضه قال لي السيستم بتاع طباعة التأشيرة لسه مش شغال، بعد ما هو كان امبارح قال لي إن هو شغال. كل دي مشاوير بين اسكندرية القاهرة وتكلفة وأعصاب وساعات كنت بروح بالعربية، ساعات كنت بروح بالمشروع يعني الميني باص ده، العربية التويوتا السقف العالي. طب استنى ساعتين، استنينا ساعتين قدام السفارة في عز الحر. قال لي يمكن يشتغل، استنينا ما اشتغلش بصراحة. روحت اسكندرية بعد يومين، اتصل بيا قال لي طب تعالى استلم التأشيرة تاني. خبط على السفارة، طلع لي واحد كده ما بيعرفش يتكلم انجليزي، بيتكلم بلغاري بس. يا عم الحاج يلا يا عم الحاج، ده ناقصين لمخه في الكلام. لا قال لي، قلت له باسبورت I need my passport and the visa. هو مش فاهم بقول ايه. قال لي لا تومورو كام تومورو. قلت له لا انتوا اتصلتوا بيا قلت له اجي لحد الساعة 2 طالما تسليم التأشيرة لحد الساعة 2. بعد كده مش عارف اعمل ايه، اتضايقت جدا يعني. رحت القاهرة بتاع 5 6 مرات على الفاضي. فقلت لازم قمت اتصلت بيها على رقم السفارة الأرضي، اتكلمتهم الحمد لله. قالوا لي اللي انت، قلت لهم الوضع كذا كذا والراجل على الباب مش راضي يديني التأشيرة. قال لي لا خلاص هكلمه واخليه يطلع يجيب لك التأشيرة. الحمد لله استلمت التأشيرة بعد معاناة معاناة معاناة. هوريكم صديقي برعي بقى اللي معانا بقى في الاستوديو، اللي هو ايه ساعدنا في الحلقة اهوت. هو برعي الجميل دوت، ايه رأيكم فيه؟ واد عسل ومية مية. نكمله بقى. عاوزين بقى نكمله الفيديو اقول لكم ازاي ولا نكمله في فيديو تاني؟ عشان لو الفيديو وقته طول حاول برضه اختصر لكم. استلمنا التأشيرة بعد ما كانت سعادة، بصراحة سعادة كبيرة جدا. بعد معاناة وتعب وتروح القاهرة 5 6 مرات في الحر بعد تعب وتحصل على هدفك في الآخر، ده كويس. على ما أعتقد هم هيغيروا السيستم، هيبقى الموضوع مكاتب بدل ما يكون عن طريق تقدم من السفارة مباشر وانترفيو كده. هنقول لكم الفيديو اللي جاي لو لقينا لايكات وتفاعلات حلوة هنقول لكم ازاي قدمنا على اي مواقع وحصلنا على الفرصة دي. فانتظروا الفيديو اللي جاي لان هيكون اهم فيديو، واحتمال الفيديو الجاي يكون اخر فيديو في السلسلة. واهم حاجة تشتركوا في القناة، اشتركوا عشان هقول لكم السر، والسر ده لأي شاب عاوز يسافر بطريقة سليمة وطريقة كويسة ومضمونة، تقدم على التأشيرة مضمونة بنسبة 99%. شكرا ليكم، كان معكم مينا ماهر. اشوفكم الفيديو القادم، سلام.